السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناه ومتحمسه جدا للفيديو بتاعي النهارده. ما تستغربوش طبعا المكان اللي انا شغاله فيه دلوقتي، المطبخ دوت ايه هو؟ مش هو اللي انا بشتغل فيه كل مره، مش هو المطبخ اللي بتشوفوا فيديوهات. حبيت اعمل معاكم النهارده الفيديو دوت من مطبخي الجديد. ايه مطبخي الجديد دي؟ انا نقلت بيتي، رحت بيت تاني، وده مطبخي بقى الجديد اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. حبيت اعمل معاكم الفيديو دوت. طبعا بقالي كتير جدا غايبه وما بعملش فيديوهات خالص، لاني كنت مشغوله في النقل والعزال والكلام دوت، فكل ده خد مني وقت جامد، ما كنتش عارفه انزل فيديوهات خالص. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انزل معاكم فيديوهات كتير، واتمنى بجد ان انتوا تشوفوها. تعالوا اقول لكم بقى ايه الوصفه اللي انا هعملها النهارده. هي من الحاجات الحلوه جدا اللي هي بنحب نعملها كتير في الشتاء، اكله شتويه كده، يعني من الحلويات الشتويه الجميله جدا، البطاطا بالبشاميل. بس انا يعني بحب اعمل كده كذا تركايه كده فيها بتخليه طعمها رهيب، تخلي طعمها في حته تانية. بصوا بقى يا جماعه، البطاطس دي انا لقيتها في السوق، استغربت شكلها قوي، انا اول مره اشوف الشكل ده. فعرفت بقى من البياع ان دي بطاطا اسكندراني. انا ما اعرفش شكل البطاطا الاسكندراني، احنا عارفين البطاطا بتاعتنا العاديه اللي شكلها احمر، دي العاديه خالص. لقيتها كده ولونها اورنج كده برتقاني اهي. فقال لي بقى ايه؟ ان دي عسل نحل. قال لي كده هتاكلي بطاطا مفيش بعدها بطاطا. فعجبني جدا شكلها وحجمها، قلت اجيبها بقى واجرب البطاطا الاسكندراني دي هتبقى عامله ازاي في البشاميل. ايه الحاجات بقى اللي بستخدمها في البطاطا؟ اول حاجه القشطه البلدي، قشطه بلدي هتاكلي بطاطا بالبشاميل روعه. تاني حاجه اللبن البودره، لازم لبن بودره. وبعد كده في بقى تالت تركايه، دي بقى انا وانا بعمل البطاطا هقول لكم هعمل ايه بالظبط، وهقول لكم ان دي تالت تركايه بس وانا شغاله. وعندنا هنا السكر حوالي 3 معالق كبار، وعندنا 4 معالق دقيق، والفانيليا، في طبعا اللبن والزبده، بس هنشتغل بيهم طبعا واحنا اول ما نبتدي. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا هنعملها ازاي. شايفين لونها عامل ازاي؟ فعلا والله البياع صدق، لونها اورنج خالص من جوه. هنشوف بقى طعمها عامل ازاي. شايفين لونها عامل ازاي؟ اهي دي تقريبا لما هتتشوي هتبقى روعه. انا بحب البطاطا المشويه جدا، بس ولادي ملهمش فيها قوي. يعني قطعت كل كميه البطاطا زي ما انتم شايفين كده، قشرتها. هنقطعها مكعبات، قطعها بقى مكعبات تخينه، مكعبات صغيره زي ما انتم عايزين. في النهايه احنا عايزينها تتسلق، وهي مش هتاخد وقت اصلا في السليق خالص. يعني انا عايزه اقول لكم، بصوا انا بقطعها اصلا البطاطا ضعيفه، تحس انها بتتكسر. بصوا لونها حلو قوي، لونها جميل. حد جرب ياكل البطاطا نيه؟ انا مش عارفه يعني ممكن يبقى طعمها ايه. يعني هنجرب كده. معسله وحلوه، انا اول مره اجربها نيه بس حلوه. لا بجد حلوه جدا. هنحط بقى نص كميه السكر دي، مش هنكتر سكر لان احنا ايه اصلا البطاطا معسله. والنص التاني هنحطه على البشاميل. وهناخد هنا نص كوبايه ميه، مش كتير لان هي طبعا البطاطا هتنزل ميتها. ونحطها على النار. حطيتها بقى على النار ونغطيها تاخد كده غلوتين، وبعدين نوطي عليها نسيبها بقى، مش هتاخد وقت في السليق خالص. تعالوا نجهز بقى البشاميل عقبال ما البطاطا تتسلق. هنا بقى جبت الحله كده وحطيت 4 معالق زبده زي ما انتم شايفين كده. الزبده قد الدقيق، تمام. وبعدين انزل بايه؟ ب4 معالق الدقيق. نقلب بقى عشان كله ايه يندمج كده مع الزبده. نحمر الدقيق في الزبده كويس. شايفين كده ايه؟ بنحمر الدقيق كده في الزبده كويس.
بعد كده هنجيب بقى اللبن وننزل ايه شويه بشويه. طبعا بتنزلي اللبن شويه شويه مع التقليب طبعا المستمر ده، عشان ايه ما يكلكعش منك البشاميل. لازم تفضلي تقلبي كده باستمرار كده. شايفين؟ بعد كده هنزل برضو بالقشطه. نص كمية بقى السكر، يعني بتاع معلقتين سكر، معلقتين كبار كده. هوريكم بقى ايه التركايه بقى التالتة. احنا قلنا ايه لبن بودرة وقشطة بلدي، والتركايه التالتة دلوقتي هوريكم. طبعا التركايه التالتة اللي انا هحطها في البشاميل متوقفة على سلق البطاطا. فانا طبعا البطاطا زي ما انتم شايفين كده اتسلقت خلاص، انا هقفل عليها، ما خدتش وقت اصلا. ههرسها، شايفين هي بيبقى فيها شويه ميه كده صغيرين، احتفظي بميتها وهرسيها كده اهو. بصوا لونها جميل ازاي. يعني شوفوا البطاطا الاسكندراني دي، لو انتوا يعني من القاهره او من اي محافظه تانية ممكن تلاقوها البياعين بيبيعوها كده زي ما انا لما لقيتها كده فجأة كده واستغربت شكلها واول مرة اشوفها. فهي فعلا طلعت جميلة جدا يعني. بصوا بقى اللي هيفرق في طعم البشاميل بتاع البطاطا، المعلقة بتاعت البطاطا دي تنزلوها كده في البشاميل، ادي هتخلي البشاميل في حتة تانية. ما تعمليش البشاميل كده وخلاص، لا انت كده بتعملي احلى بطاطا بالبشاميل. وفعلا تيجي تاكلي البشاميل كده هتلاقي طعمه بجد روعة، هتبقي عايزة تاكلي البشاميل اكتر من البطاطا نفسها، من كتر ما هيبقى طعمها تحفة بالمعلقة بتاعت البشاميل، بالمعلقة بتاعت البطاطا دي. شايفين؟ شايفين بقى البشاميل تقيل ازاي؟ وبصوا لون البطاطا فيها تحفة ازاي، بصوا عاملة ازاي. تحس ان البطاطا كده شكلها وتحفة ولونها بصوا تحس انها قطع صغننة كده في البشاميل، رهيبة وريحتها فظيعة. هنا بقى ايه، انا قفلت خلاص، هحط سنة فانيليا سايلة، سنة كده ماشي، حاجة بسيطة خالص. شايفين؟ عايزه اقول لكم الريحه والله العظيم تحفه، جربوها بجد. البشاميل بتاع البطاطا بالطريقه دي مش هتندموا وهتدعوا لي. تعالوا بقى نجهز البطاطا. انا بعد ما هرست البطاطا بقى هحط عليها معلقه كده من جوز الهند، ده اختياري طبعا براحتكم. وكمان هعمل ايه تاني، هاخد معلقه 2 3 من البشاميل. خدوا بالكم كل الخطوات دي هتفرق في طعم البطاطا جدا. احنا مش بنعمل بطاطا بالبشاميل كده وخلاص، لا، كل خطوة في اللي انا عملته في الفيديو ده بجد هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. لو انت متعودة تعمليها بطريقة تانية خالص، جربي الطريقة دي هتلاقيها حلوة جدا وهتعتمدي الطريقة دي صدقيني وهتعجبك جدا. خلاص كده خدت بالكم من الخطوات اللي انا عملتها. هرست البطاطا، حطيت معلقه جوز هند، حطيت عليها 3 معالق بشاميل عشان نعزز الطعم بقى ونخليه حكايه. يلا بينا بقى على البايركس بتاعنا نطبق بقى الوصفه. يلا بينا نطبق بقى البطاطا بتاعتنا في البايركس. نبتدي بقى ايه، ننزل كده بالبطاطا يعني. شوفي الفيديو وقومي اعمليها، هاتي البطاطا واعمليها. والبطاطا مش غاليه يعني، سعرها كويس، واللبن عندنا يعني والله بجد انا بحس انها مش مكلفه يعني. هاتي بقى بشاميل كده،
يلا بقى نحط الخطوه الاخيره بقى، الطبقه الاخيره. يلا انا بحب قوي الحركه دي. ننزل كده بقى بالبشاميل الخطير ده. بصوا شايفين الحركه الجميله دي؟ ايه رايكم بقى؟ سووا بقى البشاميل كده. شايفين بطاطا بالبشاميل؟ يعني بشاميل كتير، يبقى راق كده محترم. وبصوا بقى الريحه، انا عايزه اقول لكم البشاميل والله العظيم يتاكل كده اهو. شايفين الجمال؟ البشاميل اللي ريحته روعه، حاجه بقى مخدومه بقى قشطه بلدي واللبن البودره فارق جدا، حاجه من الاخر كده، حاجه جميله. اعمليها وبسطي بيتك وبسطي ولادك بيها، وحاجه حلوه جدا في الشتاء جميله. ايه رايكم بقى في العظمه دي بعد ما طلعتها من الفرن اهي؟ طبعا بتسيبيها تهدى خالص عشان تعرفي تقطعيها. ايه رايكم في شكلها وجمالها؟ شايفين جمالها؟ طبعا هي لما دخلت في السوا انا ولعت عليها الشوايه، اتلسعت مني بسيط، بس ايه، ركزي بقى انتي بعد ما تعمليها كده، ركزي لو ولعتي الشوايه وخليكي معاها على طول. انا نسيت عنها شويه، فايه الوش اتلسع شويه. الله على جمالها، تحفه. انا عايزه اقول لكم ان البطاطا بتتاكل ساقعه، انا بستناها تهدى خالص خالص. ويا سلام لو دخلتيها التلاجة بقى وسبتيها تسقع، تاكلي احلى بطاطا بالبشاميل. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ روعه دي. جميله قوي. طبعا انا مش مستنيه طبعا وعايزه ادوقها معاكم، بس انا هستناها لما تسقع طبعا، لانها سخنه قوي، بس لازم استنى ايه تبرد خالص وتسقع عشان اكلها. بس انا مش مستنيه الصراحه، مش قادره الصراحه، عايزه ادوقها معاكم كده واقول لكم قد ايه هي خطيره، تحفه رهيبه. لو عجبكم الوصفه يا جماعه بتاعتي دي، اتمنى تجربوها بجد، هتطلع معاكم حلوه جدا جدا جدا. اتمنى تدعموني باللايك وتعليقكم الحلو اللي بجد بيساعدني جدا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.